سلام مشاهدين، كي لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا لاباس عليكم كاملين الحباب ديولي. وهنا غادي نصايب معكم مسمن ملوي تقليدي اللي كيجي اكثر من رائع. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بعدا خديت زلافه ديال الفينو الناعم، زلافه عامره ديال الفينو الناعم، وضفت عليه 3 زليف ديال الدقيق الابيض وراه مغربله الطحين من قبل. صافي خلط داك الفينو مع الدقيق والدقيق الابيض 3 زليف، خلطتهم. زدت عليهم واحد المعلقه ديال العسل، وفيكم تعوضوه بالسكر سنيده الا ما كانش العسل متوفر. الملحه كتبقى حسب الذوق، ضفت الملحه في الاول. صافي كنضيف الماء مره وبيني بارد، اللي ضفتو مره وبيني. صافي وكنجمع العجين، كنضيف الماء بشويه بشويه حتى كتجمع لي العجين. كنبقاو نضيفو الماء بشويه ونجمعوا العجينه نلموها. بالنسبه للبنات الصغار اللي ما تيعرفوش يعجنوا، يعني كنبقاو نضيفو الماء بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين. يعني الماء غير بشويه، عينك ميزانك وكتضيفي الماء حتى كيتجمع لك العجين. ملي كيتجمع العجين كتدلكيه واحد شويه بما تلمي ديك القصريه، تجمعي يعني كتجمعي القصريه تلمها. بعد ما كتجمع لينا العجين صافي كندلكوه واحد شويه وصافي. اللي ما فيها ما دلك ما دلكش كاع. صافي هنا غادي ندلكها واحد شويه، نعطيها الكف واحد شويه. حتى انا ما كنبغيش ندلك العجينه بزاف. هنا غادي نزيد واحد الرشه ديال الماء، واحد شويه الماء باش نجمع به القصريه ونزيدو العجينه. صافي هنا جمعت ديك القصريه لميتها وغندلك العجينه واحد شويه كما كتشوفوا. صافي. بالنسبه للعجينه لما فيك ما يدلك وما فيك ما يعجن، عجنيها شويه ودهنيها بالزيت وديال بلاستيكه. شوف انا راه ما داركاش بزاف كما كتشوفوا. صافي دهنتها بشويه الزيت ودرتها بلاستيكه وخليتها ترتاح ساعه. الا بغيتو تعجنوها في الليل ديروها في الثلاجه من التحت، ديروها في الثلاجه من التحت، والصباح جبدوها غير 15 دقيقه كيحيد منها البرد، وكتلقاو عجينه اللي راه معجونه وكتسهلوا عليكم العمليه ديال المسمن. ديرها في الثلاجه من التحت، يعني ديرها في واحد السوبيره كتغلق مزيان وديرها في الثلاجه من التحت، والصباح كتجبديها وكتعجنيها. كتجبديها راه كتحيد منها البرد وكتدوزي ديري حرابل. انا خليتها غير ساعه، خليوه 3 سوايع 4 سوايع. قد ما كتخليو العجينه تنسمن قد ما كتزيان ليكم. انا بالنسبه لي كنت مزروبه عليه، خليتها ساعه ارتاحت ودرتها حرابل متوسطين، ما كبارينش بزاف وما صغاينش بزاف. الا بغيتو ديروهم صغارين صغار من هكا ديروهم صغار من هكا. درتهم في واحد الصينيه دهنتهم بشويه الزيت وغطيتهم بلاستيك وخيتهم يرتاحوا. خديت القمح البلدي عفوا، وزدت عليه خميره الحلويات او زيدوا عليه النشا. الا ما كانش عندكم القمح البلدي ديروا الفينو ديروه وديروا عليه خميره الحلويات ولا معلقه ديال النشا وخلطوهم وورقوا به العجينه. خديت الزبده يذوب ودرتها واحد الزلافه وزدت عليها شويه الزيت باش غنبقى ندير العجينه، نورق العجينه. بالنسبه للزيت كنورق فيه في سطح العمل، والزبده كنديرها ندهن بها المسمن، رش شويه الخلطه ديال القمح كنرشها من الفوق عاش رشه خفيفه وكنرولي على هذا الشكل. كنورق العجينه مزيان بالزيت، نورقها شويه، ما كتروش الزيت بزاف. نورق العجينه وكنرش واحد شويه الزبده القليل من الزبده وكنرش شويه القمح او الفينو اللي متوفر ديرو. انا كان متوفر عندي القمح البلدي. صافي هنا كنورق العجينه بشويه الزيت كما كتشوفوا. كنهزي بيدي ونورق العجينه يعني الزيت كندير في يدي وكنورق بهذا الشكل اللي كتشوفوا. نحاول الفيديو مشروح اكثر ما نشرح. صافي كتورقوا العجينه عفوا بهذا الشكل وكترشوا شويه الفينو شويه الطحين. انا درت القمح البلدي. صافي كنرش شويه واحد الرشه خفيفه وكنرولي على هذا الشكل. انتما كنرشوا شويه القمح وكنرولي على هذا الشكل وكنسرح العجينه حيت البوطاجي عندي صغير. كنورق بالنص بالنص كما كتشوفوا. نورق العجين مزيان، داك الحربول كنورقو مزيان، كنرش شويه الزبده وكنرش شويه القمح وكنروليه. كنروليه على هذا الشكل. من بعد ما كنروليه صافي كنكمل. هنا اللي روليتو كنحطو يرتاح، وكنمشي لداك الاول اللي ارتاح كنقعدو نضغط عليه على شكل ملويه وعاد كنحطوه في الصينيه. اما هادو كنروليهم على هذا الشكل بعد ما كنروليهم كنشد داك الطرف نخشيه على هذا الشكل ونحطوه يرتاح. وكناخد اول الجوجات اللي ارتاحوا كنضغط عليهم، كنوقفهم ونخشي يدي ونضغط عليهم على هذا الشكل وكنحطهم كيجيو على شكل ملويات على هذا الشكل. وكنحطهم عفوا في الصينيه ونخليهم يرتاحوا ونغطيهم. صافي الاخرين كنخليهم يرتاحوا. اي حلبول صيتو كنخليه يرتاح شويه حتى كنصايب واحد جوج ولا شنو، عاد كنرجع نضغط عليهم. صافي دابا هنا كنحلبل هذا الحلبول على الشكل كنورقوه والاخرين كنخليهم يرتاحوا. صافي كنرش شويه الزبده وشويه القمح وكنروليه على هذا الشكل. من بعد ما كنروليه صافي كنروليه على الشكل. كنرش شويه الفينو حيت كنصايب شي من الطرف حيت عندي البوطاجي البلاستيك اللي كنصور فيها صغيره. صافي كنخشي داك الطرف على هذا الشكل وكنخليهم يرتاحوا. صافي كناخد حلبول اخر حتى هو كنسرحو مزيان وكنورقو مزيان. ملي كيجيكم ناجح خصكم تورقوا العجين مزيان. هنا رشيت شويه الزبده وشويه القمح وكنرولي ولا ديروا الفينو اللي متوفر.
صافي كنورق حساب الكاميرا باش نصور مزيان، نورق داك الحربول مزيان على الشكل، كنورق العجين مزيان. بعد ما كنورقو مزيان كنرش شويه الزبده وشويه القمح وكنرولي على هاد الشكل، كنشد داك الطرف نخشي على هاد الشكل. وهاد المسمن كنخليه يرتاح، دوك الحرابل اللي صايبت الاخرين كنخليهم يرتاحوا، والاولين كنخشي يدي من هاد الجوانب لهاد الجوانب كنحطهم في السطح الايمن ونضغط عليهم. وغادي نبداو الحرابل ماشي كنقادوهم كنضغطو عليهم على هاد الشكل، كنخليهم يرتاحوا شويه. هنا كنبدا باول مسمنه اللي صاوبتها الاولى، هي اللي كنقرصها. وهنا سخنت المقله، من بعد ما سخنت المقله مزيان قرصت المسمنه وحطيتها فيها ورشيت شويه الزيت وقلبت المسمنه، شدت راسها رشيت شويه الزيت وقلبتها. من بعد ما كنقلبها كنبقى ندور فيها حتى كتحمر ليا ديك المسمنه. ومن بعد ما كتحمر كنحيدوها من المقله. بغيتو تحلوها حلوها في المقله، مبغيتوش تحلوها خليوها حتى تبرد. صافي هنا كنقرص على هذا الشكل، ما غليظ بزاف ما رقيق، ما نخليوش غليظ ملوي بزاف وما نخليوش رقيق بزاف. صافي من بعد ما كنقرصها كنرميها في المقله، اي كتشد راسها كنرش شويه الزيت وكتشد راسها كنقلبوها. صافي كنقرص الملويه على هذا الشكل، كنقلبها في المقله على هذا الشكل، كنرش شويه الزيت وكنقلبها. هنا الا ما كنتوش تعرفوا تخبزوا بيدكم، ديروا ورق الزبده وقطعوه قد المسمنه وكتبقاو تقرصوا فيه وتهزوا تقلبوا به. صافي هنا كنبقى ندور في المسمنه حتى كتحمر ليا. بعد ما كتحمر ليا كنحيدها وكنرمي الاخرى حتى هي دايره 2 مقلات البنات. صافي هنا كنقلب ديك المسمنه ونقاد، نحاول نقاد ليها الجوانب ديالها مزيان وكنرش شويه الزيت وكنقلبها وكنبقى ندور فيها. عا كتشد راسها كنقلبوها. صافي كنبقى ندور فيها حتى كتحمر ليا. هنا كنبقاو ندورو فيها في المقله حتى كتحمر لينا. هنا كنقرصو مسمن، كنقرصوه ما غليظ بزاف ما رقيق بزاف، متوسط. صافي هنا رميتها في المقله ورشيت شويه الزيت وعا كتشد راسها كنقلبها ونبقى ندور فيها حتى كتحمر. هنا من بعد ما طاب المسمن كان هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم بعدا، وشكرا لكم المشاهدين. التعاليق ديالكم الزوينه كتفرحني من القلب.